بس انا بحضراتكم انا طالع اتكلم النهارده بس على اختيارات الكابتن حسام حسن لبعض اللعيبه اللي ما كانتش تحلم تنضم لمنتخب مصر. خالد صبحي، محمد الشامي، بيكم، احمد حمدي شرف، الا في وجود كابتن زي حسام حسن فنياته قليله. وطبعا ضامم اللعيبه دي عشان يكون ولا الاول ولا الاخير ليه هو، ويقعد بقى يزعق لهم ويفرض الحماسه اللي عنده عليهم، ومش هيعرف يعمل الكلام ده بقى مع صلاح ولا تريزيجيه ولا مرموش ولا محمد عبد المنعم ولا اللعيبه الدوليه اللي لعبت في منتخب مصر، لان امكانياته الفنيه ضعيفه، فهو ما عندوش الا شويه الحماسه وشويه الزعيق للعيبه اللي بيخوفهم ويهوشهم بيها. فهي دي السبب في عدم اختياره لعيب زي عمر كمال من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر حاليا، وعمر جابر لاعب نادي الزمالك، وعمر فايد اللاعب الصاعد الواحد، ومهند لاشين. ازاي لعيب مقدم موسم 10/10 زي مهند لاشين واكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه لا ينضموا لمنتخب مصر الا لما تكون الرؤيه غير جيده من مدير فني مسؤول عن منتخب مصر، وغير عادل في اختياراته لانضمام لاعبي منتخب مصر، لان في لعيبه كتير تستحق الانضمام لمنتخب مصر غير اللي انا قلت عليهم، مثلا حسين الشحات وياسر ابراهيم وكتير من اللعيبه اللي في مصر اهم واقوى من اللعيبه اللي هو مختارهم الشامي وخالد صبحي وبيكم ومحمد حمدي شرف اللي محدش يعني اسماء لا تنضم الا في وجود كابتن حسام حسن. وده يعني دليل على تدريبه لبعض الانديه اللي دربها في الدوري وفشل معاهم ولم يحصل على اي بطوله طوال مشواره التدريبي. وطبعا اختياره انه يكون على راس منتخب مصر ده اختيار يعني مش مفهوم، لان في مدربين اكفاء ومديرين فريق. هتقول لي هيوصل كاس عالم، اقول لك لو جبت مدرب من مركز شباب، من اي مركز شباب، هيوصل منتخب مصر كاس عالم، لان المجموعه اللي احنا وقعنا فيها كده كده مصر واصله كاس العالم. الاختبار الحقيقي لحسام حسن ولاعيبته هو افريقيا. دوره افريقيا هي المحك والمحك الرئيسي للاعبي منتخب مصر وكابتن حسام حسن مع منتخب مصر. والاكيد واللي انا يعني متاكد انه مش هيضيف جديد لمنتخب مصر، وهتكون صورتنا سيئه جدا جدا في افريقيا، ومش هنحصل على مراكز متقدمه لانه فشل مع كل الانديه اللي دربها طوال مشواره التدريبي. وبرضه ده هيكون مصير منتخب مصر مع كابتن حسام حسن. شكرا والى اللقاء.